متابعي قناة أبجد، مرحبا بكم مع درس جديد من الدروس التي نقدمها على هذه القناة. إذن عندنا نص بعنوان أو نص تطبيقي بعنوان ملتقى الحضارات، موجود بالكتاب المدرسي الأساسي في اللغة العربية للسنة الثالثة إعدادي. النص على الشكل الآتي. نحن ننتقل حتى لا نطيل في هذا الفيديو، ننتقل مباشرة للإجابة عن الأسئلة. السؤال الأول هو الشرح. اشرح الكلمات الآتية وركبها في جملة. جليا معناها واضحا أو ظاهرا. صار الدرس جليا بعدما بسطه المدرس. نجحوا أو نزحوا أي لجأوا. النزوح هو اللجوء. نزح القرويون إلى الجبال خوفا من الفيضانات. أو نقول جملة أخرى، هناك عدة جمل. نزح المهاجرون خوفا من الحرب. شقف قطع مكسرة من فخار أو زجاج، نقول بالدارجة شقوفة. جمعت أمي شقف الصحن المكسور. ما الذي يجعل من المغرب ملتقى الحضارات؟ الذي يجعل منه كذلك هو تعدد الحضارات التي مرت به وتركت أثرها في أهله. ثالثا، بما تفسر تصرف المغاربة في التيارات الواردة؟ الجواب: يرجع تصرف المغاربة في التيارات الفكرية الواردة عليهم إلى رغبتهم في تكييفها مع الطابع المغربي. ما دلالة اكتشاف شقوف فخارية نواحي الصويرة؟ يدل ذلك على نشاط تجاري لحضارة عريقة جدا مرت على المغرب. تواجد هذه الشقوف نواحي الصويرة يدل أن هناك نشاطا تجاريا قديما في هذه المنطقة. ما دلالة الطابع الأندلسي في مجوهرات الجنوب؟ دلالة الطابع الأندلسي في مجوهرات الجنوب هو أن هناك أندلسيين نزحوا إلى جنوب المغرب فنقلوا هذا الطابع إلى صناع الجنوب المغربي. استخرج ما يدل على انتماء النص للمجال الحضاري. هناك عدة عبارات أو ألفاظ: التيارات الفكرية، الحضارية، الفنية، التطور البشري، إلى آخره. نعم. ننتقل الآن إلى قطعة الشكل. ولم يتأثر المغاربة القدامى كثيرا على ما يظهر بالفينيقيين الذين لم يتوغلوا داخل البلاد. المرجو أن تتابعوا كيفية القراءة حتى تضبط الشكل بالشكل الصحيح، لأن هناك أخطاء على مستوى الكتابة. بل اكتفوا بتأسيس مراكز تجارية هنا ممنوعة من الصرف، تجارية على بعض السواحل المغربية هدمت فيما بعد بدليل اكتشاف شقف فخارية يونانية قديمة مدفونة بناحية الصاورة. وقد أدت المبادلات التجارية التي دارت بين الأمازيغ والفينيقيين أن أخذ الأمازيغ عنهم بعض عاداتهم كأكل الكسكس والختان. استخرج من النص الأسماء المنسوبة وبين ما طرأ عليها. مثلا بعض الكلمات: الفكرية أصلها فكر، إلحاق ياء النسبة، فكري. البشري أصلها بشر، إلحاق ياء النسبة. الأموي أصلها بني أمية، النسبة إلى الجزء الثاني. بين ما طرأ من تغييرات على الأسماء التالية. طبعا هذا النص فيه بعض الأسئلة المتعلقة بدرس التصغير. نحن نجيب عن أسئلة النسبة لأن درس التصغير هو درس محذوف، أنتم غير ملزمون به ولا بالإجابة عن تطبيقاته. نمائي أصلها نماء، الاحتفاظ بالهمزة، ويجوز قلبها واو لأنها منقلبة عن ياء، قلبة عن واو ليس عن ياء. نما ينمو، نما ينمو. فتوي، فتى أصلها فتى، قلب الألف واوا لأنها جاءت ثالثة، جاءت في الرتبة الثالثة. دائما
الألف عندما تقع ثالثة تقلب واو، فتوي، عصا، عصوي، ربا، ربوي، وهكذا. معنوي، معنى، قلب الألف واوا لأنها رابعة، وثاني الاسم ساكن مع ويجوز حذفها. ثانوي، الثاني الياء وقعت ثانية، الياء وقعت ثانية فقلبت واوا، أو الياء وقعت رابعة فقلبت واوا ويجوز حذفها. أنسب إلى الأسماء التالية: عقائد. عقائد هنا كلمة جاءت جمع، يجب إرجاعها إلى المفرد عقيدة وننسب إليها، نحذف التاء فنقول عقدي، ردها إلى المفرد ثم النسبة إليها. قرطبة، قرطبي، حذف تاء التأنيث. أوروبا، أوروبي، حذف الألف لأنها فوق رابعة، الألف هنا جاءت خامسة يجب أن تحذف. الإعراب: اكتفوا بتأسيس مراكز تجارية على بعض السواحل المغربية. جملة طويلة لكنها سهلة في الإعراب. اكتفوا فعل ماض مبني على الضم اتصاله بواو الجماعة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إذا واو الجماعة هنا تعرب فاعل. ب حرف جر، تأسيس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، مراكز مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. تجارية، نعت تابع لمنعوته في الجر وعلامة جره تنوين الفتح الظاهر على حرف جر بعد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. السواحل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. المغربية نعت تابع لمنعوته في الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره كذلك. إذا كانت هذه إجابة عن هذه التطبيقات. المغرب ملتقى الحضارات. إذا لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة مع الأصدقاء، طبعا إذا كان هذا المحتوى ترون فيه فائدة لكم ولأصدقائكم، ونتمنى لكم التوفيق جميعا.